الجيل الجديد بقى بيتكلم على الاكتئاب والقلق بصوت عالي وبيفهم في المشاعر أكتر من الأجيال اللي قبله. بس الغريب إن في نفس الوقت معدلات التوتر والضغط النفسي زادت جدا. طب إزاي؟ هل الوعي فعلا زاد ولا احنا بقينا شايفين الوجع أكتر من غير ما نعرف نعالجه؟ المشكلة إن زمان الناس كانت بتعيش وتمشي، مش بتفكر كتير في اللي جواها. دلوقتي بقى في وعي، لكن كمان في سوشيال ميديا، مقارنة، ضغط، وصورة مثالية لازم نكونها. فالنتيجة جيل فاهم اللي بيحصل له بس مش دايما عارف يخرج منه. يعني بمعنى أصح عارفين التشخيص بس مش عارفين العلاج، كأننا في مرحلة نعيم الجهل ونار المعرفة. خلينا عارفين دايما إن الوعي جميل ما قلناش حاجة عليه، بس من غير أدوات التعامل مع الوعي ده بيتحول لعبء. احنا بقينا عارفين نسمي مشاعرنا بس لسه بنتعلم ازاي نعيش معاها من غير ما نغرق فيها. جيل واعي حساس عنده إدراك عالي، لكن محتاج دعم مش انتقاد. محتاج يسمع أنا حاسس بيك، مش أنت بتفكر كتير، مش أنت مركز زيادة. طب إيه هو الحل؟ أول حاجة الوعي لازم يقترن بالتوازن. احنا مش عارفين المعلومة هي مجرد المعرفة، هو كذلك أنا مش هعرف اسم مشاعري حقيقية وأنا مش عارفة أتعامل معاها. ولازم تعرف كمان إن مش كل إحساس محتاج تحليل عميق، ومش كل وجع محتاج نعيش فيه. محتاجين نستخدم وعينا عشان نراعي نفسنا مش نجلدها. نقرأ، نكتب، نطلب مساعدة وقت اللازم، ونفهم إن الصحة النفسية رحلة مش ترند. الخلاصة الجيل الجديد مش ضعيف، هو جيل بدأ يواجه حاجات اللي غيره كان مخبيها. يمكن الوعي زاد ومعاه الضغط زاد، بس ده أول طريق التغيير، لأن أول خطوة للتعافي إنك تكون شايف وجعك وتقرر تواجهه بدل ما تهرب منه. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.